بعد ما بقيت مطور في شركة جارينا من بعد ما بقيت مطور في لعبة وأخيرا أصبحت مطور. طبعا يا جماعة في كده واحد اسمه مطور تمساح، يعني دي هي القناة بتاعته. دلوقتي انت هتقولوا لي يعني طب انت عايزه ايه؟ انا دلوقتي هثبت لكم ان ده مش مطور، وبالدلائل يعني والسر هتلاقوه في قناته. بفتح حسابي النهاردة واتفاجئت ان انا معايا 7 مليون جوهرة، ده غير ان انا وصل لي بانر الشراكة وعلامة الفي تبع شراكة فري فاير، ده غير ان انا لقيت معايا رقصات لسه منزلتش السيرفر نهائيا مع الموسيقى دي كده في حاجه اسمها سيرفر اكسبوتس. ده سيرفر يعني جواه كل حاجات للي ما يعرفش، وخصوصا هو اشتهر في الفتره اللي هو كان بيصور فيها اللي هو شهر رمضان. يعني ده هو سيرفر اكسبوتس، اي حد يخشه يبقى يعني بقى مطور. واخيرا اصبحت المطور الرسمي في لعبة فري فاير. بنفتح اللعبة النهاردة واتفاجئنا ان سيرفر الشرق الاوسط مقفول بالكامل، وعلى طول اتواصلت مع شركة جارينا والرد بتاعهم كان قوي جدا، وعلى طول اكتشفت ان اللي اشترى السيرفر الشرق الاوسط هو المطور ماليكوس. شريفوني اليوم أنا أتحدث إليكم بصفتي المدير التنفيذي لشركة جارينا. وعلى طول اتواصلت معاه واخيرا اصبحت المؤثر الحقيقي في لعبة فري. شيل الموسيقى دي كده، بدل هو جاب سيره ماليكوس اللي احنا عارفين كله اللي هو نصاب وعمل كذا مقلب يعني، واليوتيوبرز كلهم عارفين اللي هو نصاب، يعني جاب سيرته وقال عليه مطور. يبقى هو ايه؟ يعني هم كلهم شلة نصابين او شلة كذابين بالمعنى الاصح. طيب يا جماعة دلوقتي قبل ما نبدأ الفيديو ركزوا كده في عدد الجواهر. ايه المطور الغلبان ده، المطور الغلبان اللي عنده جواهر ده، ركزوا على الرقم الغريب اللي اول مرة يظهر ده اللي هو رقم 1 يعني فيه. وطبعا دلوقتي الفيديو هيشتغل عادي. طيب قبل ما نبدأ ركزوا كده في الحاجات دي، ركزوا كده في الليفل اللي هو 78 واللايكات والاي دي واللي هو المستوى في الرانك وقائمة الحاجات اللي هو حطها في البروفايل يعني. وعامة يعني الفيديو ده متصور امبارح يعني ما هوش قديم، ومحدش يقول اللي هو قديم، لا هو معمول في قناته امبارح يعني ونزله امبارح. ركزوا في الكلام ده كويس عشان هنحتاجه بعدين، وركزوا في قائمة الامنيات دي. طبعا دلوقتي هيقولوا كلام اللي مفيش ولا يوتيوبر ما قالهوش، ادخل الكيك اكتب هتكسب جواهر. يعني انا عندي خصومات، يعني نفس الكلام اللي بيتقال يعني دلوقتي ده مش موضوعنا. نشوف بقى ما يخلص الفيديو. بيقول ان هو بعت هدايا من الاكونت بتاعه في الكيك، بعت له هدايا في الحساب اللي هو بيقول ان هو صادق وكده يعني. طيب اقف هنا شوف عدد الجواهر. خدت الصدمة بقى، خدت الصدمة. بصوا لعدد الجواهر اللي هو بقى مليون، وبصوا الرقم اللي كان 1 بقى 8. يعني حرفيا الدنيا اتغيرت لما بعت لنفسه هدايا من الكيك، غير الحياة كلها. طيب هتشوف بقى الهدايا، ما بعتش لنفسه جواهر، يعني هو دخل ذات نفسه بالفيديو وما بعتش ذات نفسه جواهر. يعني انا اللي بوقف الفيديو وهو الفيديو اللي بيشتغل، يعني بعت لنفسه حتى الكريمنال اللي هو عنده يعني اصلا ازاي. وشوفوا بقى اللي حصل، الامنيات اللي عنده والحاجات اللي حطيتها في البروفايل اتغيرت، كل ده اتغير في الفيديو. نيجي بقى للحظه الحاسمه. انا قلت لكم في الاول ركزوا على الليفل والكلام ده والاي دي. انا دلوقتي هبحث عن الاي دي واقول لكم الكذبه الكبيره، وهي دي اساس الفيديو اصلا اللي انا عملت فيديو عشانها. بالصدفه جيت ابحث عن الاي دي، يعني كتبت الاي دي طلع لي حساب في الشراكه. استنوا بس كده قبل ما تقولوا ما هو حساب طلع صدق اهو. بصوا يا جماعه، الحساب من الكلاب ده اف ريجاليا ده بتاع المطورين الاصليين. ولو نرجع كده للفيديو بتاعه هنلاقي ان الفيديو بتاعه ما كانش فيه الكلام ده. يعني بصوا عامه يعني، وبصوا الليفل اتغير والرانك اتغير، وده يعني يعتبر مطور لان ما وصلش العدد. يعني هو بطولي ومفيش عدد مرات البطولي مش مكتوبه لانه مطور، لكن هو التاني ما هو ازاي مطور وظهر له عدد مرات الماستر وكده، ما ينفعش اصلا كده. وبصوا الليفل واللايكات، يعني بصوا الليفل واللايكات، وبصوا الحاجات اللي حاططها في البروفايل عامه. يعني مطور ما بيظهرلوش اعداد الهيرو، وده واخد اي دي مطور ولازقه في الفيديو. حاجه اخيره بقى على الفيديو اللي هو عامله اللي احنا عملنا عليه من شويه رياكشن ده. واحد كتب والله انك قصدك وقعد يطبل عليه بقى، فبقى قال له اشحن لي، فهو شحن. طيب اسمعوا للاخر. طيب ردوا قام قايل له شكرا ليك. يعني هنا باين اللي هو فعلا شحن. اعتقادي في الموضوع ده
طيب يا جماعه انا عندي اعتقاد اول ان هو كذاب، واعتقاد تاني اللي هو صادق، ولكن الكذاب ممكن يكون جاب يعني فيك اكونت هو اللي عامله، صادق اللي هو ممكن يكون شحنه بس اللي هو عادي يعني انا لو شحنت واحد فيكم كده هبقى مطوره مثلا يعني. La vida